الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع كارثي على الكوره المصريه. انا يوسف التهامي العميد. الكوره المصريه بتمر بحاله من الازدهار الكروي لدرجه ان مفيش مصري واحد عرف ياخد 3 نقط في اي بطوله من اللي شاركنا فيهم الاسبوع اللي فات، سواء على صعيد الانديه في دوري ابطال افريقيا، او على صعيد الانديه في الكونفدراليه، او حتى على صعيد منتخب الشباب في دوري الامم الافريقيه اللي بتقام في مصر. الزمالك اول الفرق المصريه اللي افتتحت الاسبوع ده، اتعادلت مع المريخ السوداني 0-0، وموقفها اتأزم في المجموعه اكتر لانها كانت خسرانه الماتش الاولاني على ارضها هنا، وبكده يكون معاهم نقطه واحده من ماتشين. الاهلي بقى اللي لسه جاي من كاس العالم للانديه ومدريد وفلامينجو والمركز الرابع والكلام ده كله، لعب اول ماتش ليه في دوري ابطال افريقيا ضد الهلال السوداني، والماتش كان من غير جمهور. فرصه الاهلي لازم يستغلها، يوم الهلال يكسب 1-0 وهو كمان مضيع بيلد. الحاله كارد، روح الكونفدراليه وروح الكونفدراليه. بيراميدز وفيوتشر فرقتين مصريين واقعين مع بعض في نفس المجموعه، والفرقتين حافظين بعض، والمفروض ان كل فرقه منهم تستغل الموضوع ده وتحاول تنتش من الثانيه ب3 نقط، بس الفرقتين خرجوا متعادلين 1-1 وكل واحد راح لحاله. اما بقى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنه حاجه تفرح، بيلعبوا دلوقتي في كاس الامم الافريقيه مع موزمبيق ونيجيريا والسنغال. السنغال اللي كل مره نلعبها بتدينا على دماغنا، نقوم بسم الله ما شاء الله في الافتتاح نقابل اسهل فرق في المجموعه المنتخب الموزمبيقي، وتعادلنا معاهم وعملنا ماتش برضه كارثي. هو ده مستقبل مصر؟ فالكره المصريه من سيء لاسوء حقيقي، ولا فرق درجه اولى ولا فرق شباب. واحد يقول لي يا عم ما تبالغش، كل ده عشان اسبوع واحد؟ احنا في الاسبوع ده بقى لنا حبه كبيره. بس وارجع واقول له لا طبعا مش عشان اسبوع واحد، بس قول لي انت نقطه واحده مضيئه بتقول ان احنا هنقب تاني. وهل انت شايف في اي نادي او منتخب في اي مرحله عمريه او حتى لعيب نوحد بيه ربنا شايف فيه مستقبل الكره المصريه؟ يا عيني علينا والله.